ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة. النهاردة يعني ايه، هنفض الأوضة علشان خاطر احنا مش معنى ان احنا في العيد هنقعد مكسلين ومنتخين. لازم نحرك نفسنا علشان خاطر ايه، الدنيا ما تتمليش تراب. وانتوا عارفين دلوقتي، يعني انتوا أدرى الناس ان الجو فيه عفرة جامدة وفيه ترابة جامدة. فلازم نحافظ على النظافة بالاهتمام بالنظافه. لازم نحافظ على النظافه بالاهتمام بايه، بالنظافه. طبعا يعني في ناس بتشتغل وفي شركات شغاله، شركات انترناشونال وفنادق. دي ناس الله يعينها، ما بتاخدش اجازات، ما بتحسش انها في العيد، بس لقمة العيش بقى. فالواحد بيستغل عدم وجود الشخص في المكان، بيحاول يهيئه وينظفه عشان يرجع شبه ايه، شبه ما هو. خليكم معايا. طبعا الباسكت ده نعمة، يعني بيلم الحاجة. يعني طبعا بنبني الحاجة في مكان معين الأول، وبعد كده إيه، بنشتغل على المكان التاني. أنا طبعا إيه همشي بالمكنسة أول مرة. إيه، هخلي بالي إن المكنسة هتشتغل معاكم، بس يبقى إيه، بلم الدنيا الأول. محدش يقول لي التصوير مش التصوير. خليكم معايا يا حلوين. انا اول مره اشغل المكنسه لان انا اصلا منفضه، بس الترابه يا جماعه يعني جامده، فاعذروني علشان الصوت اللي فيه دوشه شويه، وهشيلها. هي الفيشه اصلا اهي. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. بس كده خلاص، انا مش عامله علشان هي مش مظبوطه، الفيشه مش ماسكه في الحيطه كويس. كمل تنفيذ.
هنا اهو، مش كل مرة نشيل بقى. شايفين الكحك بتاعنا؟ شايفين؟ ده البسكوت، مش عايزه اقرب بس اهو. ودي القراقيش. اوه كبت، الغطا طار من عليها. صلوا على النبي. شايفين؟ انا صايمه، بس دي كحكنا اهو، العجينه اللي انتوا شفتوها. الرقشتين اللي وقعوا في الارض هشيلهم. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شايفين الدنيا راحت زي الفل اهي، والمكنسة طبعا نظفت المكان كله. انا قلت اعمل ايه روتين خفيف كده. قبل ما اقفل يا جماعه معاكم، قلت اتكلم معاكم دقيقه. على فكره المكنسه هنا وانا بعملها، اللي عنده معلومه يفيدني. طبعا الخرطوم ده بيتغير، اللي هو بتاع اللي بيمشي ده، اللي هو ده اللي بيتمط ده بيتغير عادي تمام. اللي ما بيتمط، اللي هي الفيشه بقى، ممكن تتفك عادي وتتحط لها فيشه تانية، ولا ايه الدنيا؟ بس اكيد كل حاجه لها تصليح يعني. انا بس بسال، يمكن اي حد عنده افاده يقول لي. تمام. بصوا هقول لكم على حاجه يعني. ساعات الواحد بيتصرف تصرفات تلقائية، أو بيقول كلام تلقائي، أو بيتكلم في العموم بطريقة عادية، ما بيبقاش قصده يزعل حد أو يضايق حد. تمام، خليكم معايا علشان خاطر يعني مثلا ما اقولش مثلا كلمة او اقصد بيها شخص يفهمني شخص تاني، او بفهم او طريقة بقصدها حد تاني غيري، حد تاني مش مقصود يفهمها. عامة أنا أصلا يعني بحب المتابعين كلهم المحترمين، حق الناقدين قبل المحبين. بحب الناس كلها، لأن بمجرد النقد ده معناه نجاح. مجرد إن في نقد يعني في نجاح، الحمد لله. الحمد لله في المحتوى. بس كل واحد بيبقى ناقص شويه حاجات صغيره. اي حد مع مرور الوقت بيتغير وبيتقدم، ما بيبقاش زي ما هو، ما بيفضلش واقف عند نقطه معينه. اكيد في وقت بيجي عليك بتتغير خالص، بس طبعا كل حاجه في البدايه مش بتبقى صعبه. الحمد لله ما فيش صعوبات. هو انا الصعوبات واجهتها في بدايه اول ما فتحت القناه، يعني من فتره بعيده، من حوالي سنتين. الحمد لله بفضل ربنا. انا ما بحبش المونتاج، ما بحبش اسرع ولا اجري ولا اعمل. انا بحب الناس تشوفني طبيعتي كده، مش من هوايه تسريع وتجريد وتقديم والكلام ده. انا بحب المتابع يخش يتفرج على كل حاجه، يخش يشوفني انا بتكلم ازاي، بخبط، بوقع، بكسر، بهبد، اي حاجه. المتابع يعني بحب يعيش الوضع معايا، انتوا فاهمين؟ ما بحبش ان انا اقطع واحذف واقص، لا انا عايزه الدنيا بحالها تعرف طبيعتي ووضعي. انا يعني كل سنه وانتم طيبين، ودايما موجودين في حياتي ودايما معايا ومكتريني. ربنا يزيدكم ويزيدكم معايا ويديمكم نعمه فوق راسي، ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. ودايما يا رب معايا. ودايما القناه في تقدم. ومن فضلكم اللي يتفرج لحد النقطه دي يكتب مكنسه، اللي واقف لحد النقطه دي يكتب مكنسه، عشان اعرف ايه منى مكنسه، اعرف ان انتوا شفتوني لحد الحته دي. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايك علشان يجيلكم كل جديد. وعادي مش هزعل، كل حاجه لها تصليحه يعني، يلا مش مشكله.